السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. الوصفة اللي اقولها لك النهاردة حبيبتي ما تعمليهاش الا مرة كل شهر، مرة كل شهر، عشان ده تنظيف عميق للبشرة وازالة الشعر الوبري وازالة الرؤوس السوداء وازالة الرؤوس البيضاء وحاجة كده من الاخر. بس لو الافراط فيها بيوسع المسام، فعشان كده بقول لك مرة كل شهر، وبعدين هقول لك تعملي بعدها ايه. هتجيبي لي معلقتين جيلاتين، معلقه قهوه، معلقه لبن بودره، معلقه حب الرشاد، وتحطي لي نص كوبايه ميه دافيه وتقلبيهم، وبعدين ترفعيهم على النار هتلاقي الجيلاتين ساح خالص. وبعدين توزعيهم على بشرتك، هتقعد على بشرتك من 35 دقيقه ل 55 دقيقه تقريبا، يعني على ما تنشف، لان انت بتحطي طبقه وبعدين لما تلاقيها نشفت شويه ترجعي تحطي طبقه تانية عشان تبقى سميكه وتطلع بالشعر الوبري وتطلع بالرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. ده ماسك الجيلاتين المتعارف اللي كلنا بنعمله، تمام كده. طيب احنا كده نظفنا البشره بعمق. الوصفه اللي هقولها لك دي ما تعملهاش بعد وصفه الجيلاتين، لانها وصفه الشابه وما ينفعش تعمليها والمسام مفتوحه. بس دي وصفه لشد البشره حلوه جدا جدا جدا. تعالي ما اقول لك هنعمل ايه. هتجيبي لي معلقه شابه مطحونه، معلقه بن، معلقه لبن بودر، معلقه زيت زيتون، وكوبايه ميه دافيه، وتضربي الميكس الجميل ده كله، وبعدين تحطيه على بشرتك. مش عارفه في ايه في الناموس. وبعدين تحطيه على بشرتك برضو لحد ما ينشف خالص، وبعدين تفركي كده، تشطفي بميه بارده. حلو جدا وقابض للمسام، وبيأخر ظهور الشعر خالص تقريبا، وبيخلي البشره زي القشطه ولا اروع من كده. تمام. تعالي بقى اقول لك على الوصفه اللي ممكن نعتمدها تماما يعني. هتجيبي لي 3 4 معالق رز على حسب ما انت عايزه، وتسويهم لي في ايه الرز ده بقى. هتسويه لي برده يا اما في ميه ورد يا اما في لبن. الناس اللي بتخاف من اللبن وتقول لك ممكن يتجمد او يعمل ريحه مش حلوه، حطي المعلقتين 3 لبن الاطفال، حلو قوي 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 قوي. طيب وبعدين يا ست البنات هتسلقي الرز في الميه لحد ما ينهري وما يبقالوش معالم. تاخدي الرز ده تضربيه في الخلاط كويس جدا جدا جدا. تمام. لو لقيتيه صايص او مثلا مش متماسك قوي، هتجيبي لي معلقتين نشا وتلفي بيهم الرز ده. انا عايزاه ملمسه كريمي زي الكريم اللي بتوزعيه، يبقى سهل التوزيع، لا يبقى صايص قوي ينزل من على وشك ولا يبقى جامد قوي ما تعرفيش تفرديه على وشك. تمام كده. يبقى وهنقسم الرز ده جزئين. جزء هنحط عليه شبه شبه، يعني مثلا هنقول ايه، مثلا عملنا 4 معالق، هنقسم الكميه يبقى معلقتين. معلقتين الرز المستويين والمطحونين ومضروبين كويس جدا في الخلاط، هتحطي عليهم معلقه شبه ومعلقه زيت خروع، وتقلبيهم كويس جدا 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 بالمعلقه الصغيره، الشبه بالمعلقه الصغيره وزيت الخروع بالمعلقه الكبيره. تقلبيهم كويس جدا جدا جدا، وتعملي الماسك ده مرتين في الاسبوع، حاجه كده ولا اروع. بياض ونضاره وشد بشره وحاجه ولا اروع. طب انا عايزاه قبل اماني يسمن. هتاخدي نفس المعلقتين الرز دول، تمام، وتحطي عليهم كيس خميره فوريه، وتقلبي كويس جدا جدا جدا، وتحطي عليه 3 معالق زيت حلبه. زيت حلبه، تمام كده. طيب وبعدين تحطيه، لازم كل ده يتشال في التلاجة ويبقى ساقع وانت بتفرديه على بشرتك. طب انا عايزاه يا قبل اماني يبقى شد ونضاره وبشرتي تبقى جلوبي كده، ويعني ما فيهاش بهتان، وتبقى شكلها منوره. هتاخدي نفس معلقتين الرز دول وتحطي عليهم، تكوني نقعه لبن دكر قبلها بليله، وانت بتضربي الرز المطحون المستوي ده، تضربيه بميه اللبان الدكر. وبعدين تجيبي معلقتين لبان دكر من غير منقوعين بقى، بودر عادي، تطحنيهم كويس جدا جدا وتحطهم لي على الرز ده، وتحطي معاهم 3 معالق زيت جوز الهند. تقلبي كويس جدا جدا جدا. انا عايزه الرز المستوي ده مضروب كويس ومتصفي كويس وما فيهوش اي تكتلات او اي قطع. تمام كده. يبقى كده عملنا 3 كريمات من الرز، بديل لحاجات كتير جدا جدا ومرطبه، وهتخلي بشرتك فلافي كده، وهتخليها دايما منتفخه وشكلها صحي. عايزه اقول لك ان انت لو سلقتي مع الرز ده نص بنجرايه، تبقى انت عملتي مع نفسك الصح، حاجه ولا اروع. طب اقول لك على حاجه كمان، لو سلقتي مع الرز قشرتين موز، تبقى انت بطل الابطال. كل دي حاجات انتي اكسده، كل دي حاجات بتساعد البشره وبترممها، وفي نفس الوقت بتديها فوليوم وتعبي الخطوط التعبيريه، بتاخر طبعا ظهور التجاعيد. فانت كل ما تبقى ملمس بشرتك حلو وما فيهاش خطوط تعبيريه وعلى طول انت مرطباها وعلى طول مرمماها، عمرها ما هيبان عليكي تجاعيد. تمام كده. عايزه اقول لك ان اهم حاجه الترطيب، واهم حاجه بعد الوصفه دي، كل وصفه تعمليها لازم تشطفي بميه عادي من الحنفيه، وتجيبي بخاخ ميه الورد، ولازم ترطبي بكريمك المرطب ويدخل فيه جزء من الفازلين. اعتمدي الوصفات دي وقولي لي ايه رايك.
احنا في الحر والوصفات ممكن تعملي الوصفه اللي تكفيكي اسبوع او 2 بالكتير، بالكتير على حسب انت بتشيليها ناموسه برضه. بتشيليها لو عملتي كميه صغيره شيليها في الرف التلاجة عادي، لو عملتي كميه تكفيكي اسبوعين شيليها في الفريزر وحطي كميات صغيره وبطلعيها على قد استخدامك عشان الجو حر وما تعملش معاكي ريحه، وخصوصا الوصفه بتاعه الخميره. وجربي اعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.